ازيكم يا جماعه واهلا بكم في فيديو جديد من اميتوتك. والنهارده هتكلم معاكم عن اهم ما يؤرق مستخدمين الايفون وهي البطاريه. احنا الحقيقه مش هنتكلم عن البطاريه نفسها ولكن هنتكلم عن شويه اعدادات وحاجات كده نعملها هتقلل استهلاك البطاريه في الاستخدام اليومي وكمان هتحافظ على عمرها في المدى الطويل. فبدون رغي كتير يلا بينا. نبدأ بأول إعداد لازم تاخد بالك منه واللي بيأثر كتير على استهلاك البطارية، وهي الخلفيات المتحركة أو الخلفيات الدايناميك أو الخلفيات التفاعلية اللي بيكون فيها حركة أو بتستخدم الجي بي إس، زي خلفية الكرة الأرضية اللي أنتم شايفينها قدامكم دي اللي بتحدد موقعك. الخلفية دي أول ما تقفلها هتلاحظ إن استهلاك البطارية بتاعك بدأ يتحسن بشكل ملحوظ. تاني إعداد لازم تاخد بالك منه وهي الويدجت. الويدجت عندنا بيبقى في عندنا ويدجت تفاعلية زي الطقس واللي بيستخدم الجي بي إس، أو زي مثلا البطارية اللي بتجيب لك بطارية الساعة وبطارية الموبايل أو بطارية السماعة. الحاجات التفاعلية دي بتأثر بشكل ما على البطاريه ولكن برضه وجودها مش هيأثر كتير، فلو انت حابب تسيبها موجوده سيبها زي ما هي عادي. ثالث اعداد لازم تاخد بالك منه واللي هيأثر بشكل ملحوظ جدا في استهلاك البطاريه بتاعتك هو الدارك مود. الدارك مود ده هو مود بيخلي ان البكسلات اللي مش بتستخدمها البكسلات اللي مش منوره وما فيش فيها لون ابيض والكلام ده تفصل في الوقت اللي انت مش محتاج فيه، وده بيأثر جدا في استهلاك البطاريه. فعشان تشغله عندك طريقتين. اول طريقه ان انت بتسحب من فوق هنا وبتجيب الكنترول سنتر وبعد كده بتضغط على علامه الشاشه هنا وبتلاقي عندك علامه الدارك مود تفعلها او تقفلها. تاني طريقة ان انت بتدخل على الاعدادات، بعد بتنزل تحت بتجيب الديسبلاي والبرايتنس وبتلاقي عندك هنا الدارك او اللايت. رابع اعداد لازم تاخد بالك منه هو قفل الشاشة التلقائي. اوقات كده بنسيب الموبايل وننسى والموبايل بيفضل مفتوح ومش بيقفل تلقائي لاننا مش بنكون مشغلين وضع القفل التلقائي، فعشان تشغله هتدخل على الاعدادات، بعد كده بتجيب الديسبلاي والبرايتنس او الشاشه والسطوع يعني، وبتلاقي عندنا هنا الاوتو لوك بتخليه مثلا على 30 ثانيه او دقيقه ايا كان اللي انت حابه. انا بخليها على 30 ثانيه وده هيحافظ جدا على استهلاك البطاريه لو انت من النوع اللي بتنسى وتسيب موبايلك. خامس اعداد لازم تقفله لو انت معاك ايفون 14 برو او 14 برو ماكس هي الشاشه المستمره او الاولويز اون ديسبلاي. الوضع ده لازم تقفله لانه بيستهلك كتير جدا من البطاريه، وعشان تقفله بتدخل على الاعدادات بتجيب الديسبلاي والبرايتنس، بعد كده بتنزل بتلاقي عندك اولويز اون ديسبلاي وبتقفلها. سادس اعداد ممكن نقفله هو الهابتك فيد اللي موجود في لوحه المفاتيح او الحس اللمسي، وعشان تقفله تعالوا انك تعمل كده ازاي. ببساطه بتدخل على الساوند والهابتك، بعد كده بتجيب عند الكيبورد فيدباك وبتخليها بتقفل الهابتك، وبصراحه بعد ما تقفله هتلاحظ تحسن في استهلاك البطاريه. سابع اعداد ممكن نقفله وهو اعداد تقليل الحركه. عارف انت لما بتيجي تخرج من التطبيق او تدخل تطبيق بيبقى فيه ايموشن سلس كده ما بين الدخول والخروج من التطبيقات. الموضوع ده طبعا بيأثر على البطارية. هو حلو عايز تسيبه سيبه ولكن هو برضه بيأثر على البطارية. عايز تقفله تعال اقول لك نقفله ازاي. تدخل على الاعدادات بتجيب الاكسسبيليتي بتلاقي عندك هنا موشن او الحركة، بتلاقي عندك هنا ريديوس موشن. اول ما بتشغلها شوف الخروج من التطبيق بيبقى خروج عادي ما فيش فيه اي موشنز ولا الكلام ده كله. وفي نفس الصفحه قبل ما نخرج لو بصينا تحت كده هنلاقي حاجه اسمها ليميت فريم ريت، وده بيقلل الفريمات اللي موجوده لو انت معاك ايفون 13 برو او 14 برو اللي فيهم الشاشه بتوصل ل 120 هرتز. فلو انت قفلتها هيثبت ان الشاشه ما تطلعش على ال 60 فريم، ولكن انا هفضل فاتحها لان الموضوع ده بيفرق جدا في سلاسه الموبايل. ندخل لاعداد مهم بعد كده وهو تحديث التطبيقات في الخلفيه. اكتر حاجه بتاكل من بطاريه الايفون هو الاعداد ده، وعشان تقفله تعال اقول لك تعمل كده ازاي. ببساطه بتدخل على الاعدادات بتجيب جنرال بتلاقي عندك باك جراوند اب ريفريش او تحديث التطبيقات في الخلفيه. شوف بقى انت عايز تشغل ايه او تقفل ايه، والاحسن خالص ان انت تخليها على الواي فاي او تعملها اوف، وهتلاحظ ان استهلاك البطاريه بتاعتك يتحسن بشكل رهيب جدا. وبما اننا بنتكلم على التطبيقات ففي موضوع شائك وهو اغلاق التطبيقات اللي انت مفتوحه عندك دي كلها، هل نقفلها ولا نسيبها مفتوحه؟ بصراحه والخلاصه في الموضوع ده ان انت تسيبها مفتوحه. الموضوع ده لا بيأثر لا على البطاريه ولا بيأثر حتى على الاستخدام بتاعك على الموبايل، يعني لا بيبطل ولا الكلام ده كله. فالاحسن ان انت تسيبها احسن ما تشيلها، وان حذفها ده بيأثر اصلا على الموبايل ما يقعد يحسب التطبيق ويرجع يشغلها من اول تاني. تمام. ندخل على الاعداد اللي بعد كده وهي خدمات الموقع. بصراحه مش هقول لك ايه في خدمات الموقع كلها، بس خدمات الموقع دي من اكتر الحاجات اللي بتستهلك البطاريه. فعشان ندخل لها هندخل على الاعدادات، بعدين ننزل لتحت بنجيب برايفسي اند سكيورتي، بعدين بنلاقي عندنا خدمات الموقع او اللوكيشن سيرفيسز. مش هقول لك بقى هتلاقيها كلها ولكن انت هتلاقي عندك حاجات مثلا وايل يوزنج او
كل الكلام ده. فتشوف بقى الحاجه اللي انت عايز تقفلها والحاجه اللي انت عايز تفتحها. ولو لقيت عندك حاجه مثلا بتستخدمها على طول مثلا زي الويزر عايز تعملها اولويز او الكلام ده، لا بلاش اقفلها، خليها مثلا لما انت تفتح التطبيق. وبعد كده بندخل على اعداد مهم جدا وهو السيستم سيرفيسز. السيستم سيرفيسز دي من الافضل برضو ان انت تقفل الحاجات اللي انت مش مهمه جدا، يعني ابل باي دي مش مهمه. نقفل مثلا الديفايس مانجمنت، سيب الفايند ماي ايفون، الهوم كيت. يعني فشوف الحاجات اللي انت مش محتاجها اقفلها، والحاجات اللي انت محتاجها سيبها، ولكن حاول تقلل في خدمات الموقع على قد ما تقدر. اعداد مهم جدا برضو لازم تقفله في خدمات الموقع. بعد ما تحدد التطبيقات اللي انت عايزها توصل للموقع بتاعك، تدخل على كل تطبيق بتلاقي عندك حاجه اسمها بريشرس لوكيشن او تحديد الموقع الدقيق، اقفله وهتلاقي تحسن ملحوظ برضو في استهلاك البطاريه بتاعتك. اعداد مهم كمان لازم تقفله وهو خاص بالميل. لو دخلنا على الميل، دخلت على الاعداد وجبت الميل، بتنزل تدخل على الاكونت، بتلاقي عندك اسمها حاجه اسمها فيتش نيو داتا او جلب المحتوى الجديد يعني. فبتدخل عليه بتلاقي مثلا بيبقى موجود عندك، هتلاقي معمول اوتوماتيك، اقفله لا خليه مانوالي او كل ساعه. وده عشان طول ما الميل شغال بيحاول يعمل ريفرش لوحده كده عشان يجيب الايميلات الجديده. فانت مش محتاج الموضوع ده يعني. فالاحسن ان انت تقفله تخليه مانوالي او تخليه كل ساعه مثلا، وده برضه هيحسن في استهلاك البطاريه لانه بيخف الضغط على الايفون. اعلان مهم جدا لازم تتاكد ان انت مفعله وهو الاضاءه التلقائيه. لو مش مفعله تعال اقول لك تفعله ازاي، لان تفعيله هيأثر بالايجاب على البطاريه وهيخلي فيه تحسن ملحوظ. وحتى ابل هي اللي قايله كده. خلينا ندخل على الاعدادات، بتجيب الاكسسبيلتي، بتلاقي عندك حاجه الديسبلاي والتكست سايز، بندخل عليها بندخل ننزل لتحت خالص بنلاقي عندنا الاوتو برايتنس. حتى قبل كاتبه تحت اهو تيرنينج اوف اوتو برايتنس مي افكت الباتري على المدى البعيد. فالاحسن ان انت تفعلها، وده بيخلي ان هو يتحكم في السطوع بتاع الشاشه. حتى لو انت علتها في وقت ما هو بيظبطها بعد كده. فالاحسن ان انت تفعل الخاصيه دي. اخر اعداد معانا النهارده واللي لازم تشغله هو شحن البطاريه المحسن. الموضوع ده لو شغلته هيحافظ على استهلاكك اليومي في البطاريه، وكمان هيحافظ على البطاريه في المدى البعيد. فتعال اقول لك ازاي تشغله. ببساطه بتدخل على الاعدادات، بتنزل لتحت بتجيب الباتري، بعد كده بتجيب الباتري هيلث اند شارجنج، بتلاقي هنا الاوبتمايزد باتري شارجنج او شحن البطاريه المحسن، فبتفعله. وده بيخلي ان البطاريه مثلا لو انت حطيت تليفونك على الشاحن مثلا ودخلت نمت، فهو مثلا بيتعلم بقى وقت بالتاني انت هتصحى امتى. فمثلا طول الليل بيفضل شحن البطاريه على 80%، وقبل ما تصحى بحاجه بسيطه بيبدا يشحن من 80 ل 100%. وده بيأثر جدا على صحه البطاريه زي ما قلت لك على المدى البعيد. كل الاعدادات اللي انا قلتها لكم دي هتحسن في البطاريه وهتطول في عمرها، ولكن في عوامل خارجيه زي درجه الحراره. فلو انت مثلا في الصيف فهتلاقي ان كفاءه البطاريه بتقل، طريقه شحنك للموبايل بتاثر عليه، نوع الشاحن اللي انت بتستخدمه، قدامك للموبايل وانت بتشحن ده طبعا بيأثر على البطاريه. ولكن في النهايه عايز اقول ان احنا شاغلين دماغنا من البطاريه، وفي الاخر احنا جايبين الموبايل عشان نستمتع بيه. فانت في الموضوع ده بتقفل برضه حاجات بتاثر على استهلاك زي تقليل مثلا الحركه. كل الحاجات دي بتاثر على تجربه الاستخدام. فانا شايف ان احنا ما نقعدش نشغل نفسنا بنسبه البطاريه وصلت لكام في الميه وكل الكلام ده، ونستمتع بالموبايل. وبس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شوفوا الفيديو اللي فاتت. استنى الفيديو الجاي.